التقى إردوغان وبوتين في روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب، ومستخدمو للتواصل ركزوا على لغة الجسد بين الرئيسين أثناء اللقاء قدر تركيزي على مخرجاته. مراسم الاستقبال معتادة بين الرئيسين، وهي طبعا كما تعلمون المضيف ينتظر الضيف، وهكذا كان الاستقبال. مصافحة عادية تكفي دون أحضان وبدون قبلة، كورونا ما زال موجود. بعدها جلس أردوغان على الكرسي، أما بوتين فظل واقفا وأشار بيده إلى الوفد التركي للتقدم لمصافحته. أردوغان راقب المصافحة ثم قام واتجه إلى الوفد الروسي للقيام بما قام به بوتين بالضبط. الناس علقت على لحظتين في هذا الفيديو، هذه وهي لحظة إشارة بوتين بيده إلى الوفد التركي للتقدم باتجاهه للمصافحة، وهذه أيضا اللحظة التي قام فيها أردوغان من كرسيه باتجاه الوفد الروسي من دون أن يطلب من الروس التقدم إليه. الصحفيون حاولوا أيضا قراءة مكان الاجتماع سياسيا وتاريخيا، فلاحظوا وقوف الوفد التركي أمام تمثال الإمبراطورة كاترين العظيمة، أشهر أباطرة روسيا، حكمت في القرن الثامن عشر، خاضت معارك كثيرة مع العثمانيين وانتصرت عليهم. كذلك تم تداول فيديو آخر أقل دقة يظهر حركة أخرى من أردوغان، حيث يحاول مصافحة وزير خارجيته جاويش أوغلو وهو غير منتبه. فسر البعض أنه ربما كان يقصد مصافحة لافروف وزير الخارجية الروسي، لأن جاويش تابع حديثه مع لافروف بعد مصافحته لأردوغان. من لاحظ تلك الحركات علق عليها على وسائل التواصل الاجتماعي هذه بعض تغريدات. محمد حامد يقول قصف جبهة، وكأن بوتين يقول له إن مشروع العثمانية الجديدة فشل وعليك التوقف عن أوهام إحياء الخلافة العثمانية. أما رضا كايد فيقول وما الفائدة من ذلك؟ والله أن الأتراك وقفوا الند للند وأحرجوا أكبر قوة في العالم. لقاء بوتين أردوغان امتد ست ساعات اتفق خلاله على وقف إطلاق النار في سوريا، ولو أن البعض اعتبره مثل استراحة محارب. لكن إليكم بنود هذا الاتفاق: وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة في هذه المنطقة بين الأحمر والأخضر. اللون الأحمر هي مناطق سيطرة قوات الحكومة المدعومة من روسيا، واللون الأخضر مناطق المعارضة المدعومة من تركيا. بدأ وقت إطلاق النار منتصف الليلة الماضية. أيضا اتفقوا على إقامة ممر آمن على بعد 6 كيلومترات على جانبي هذا الطريق. هذا الطريق اسمه M4 والذي يربط حلب باللاذقية. هناك أيضا يقولون إن العمليات العسكرية كان أردوغان يقول هذه العمليات لن تقف إلا بعد انسحاب قوات الحكومة السورية إلى مناطقها السابقة، أي أنها خلف معرة النعمان وخان شيخون. ولكن يبدو أن الأمر اختلف بعد اللقاء. الاتفاق على نشر دوريات روسية تركية مشتركة على طول هذا الخط من بين منطقتي الترمبة غرب سراقب وعين الحور بريف إدلب القريبة من جسر الشغول، وذلك ابتداء من 15 من مارس آذار الحالي. اتفاق صيغ ب3 لغات: إنجليزية، تركية، وروسية، ليس هناك لغة عربية. كان للناس آراء في الاتفاق أيضا، هذه بعض الآراء قبلهم. يقولوا إذ الكل زعلوا أن اتفاق قمة أردوغان بوتين ما تم ترجمته عربية. طبعا ما حيترجموا لي أنه المصلحة عم تحركهم مو شيء ثاني، بس نحن نستوعب ونعرف كيف نحقق مصلحتنا، مصرين نخسر كل شيء وما نتعلم من أخطائنا. ليه؟ هذا جولدن سورد يقول لقاء بوتين أردوغان هو اتفاق على لا يعلن فشل اللقاء، فهو اتفاق على الحرب ولكنه مؤجل، أو هناك اتفاق سري لم يعلنه الطرفان. أما هذه التغريدة فأتت من محمد مختار الشنقيطي يقول المسكوت عنه في اتفاق موسكو بين أردوغان وبوتين أكبر وأكثر مما ورد في الاتفاق، ومن هذا المسكوت عنه مصير المنطقة عازلة في اتفاق سوتشي ومصير النقاط العسكرية التركية في داخلها واستمرار عملية درع الربيع.